التخبط الإداري في الأهلي في ورطة بسبب مساعدي كولر. تصاعدت الأمور داخل النادي الأهلي بسبب المستحقات المتأخرة لمساعدي كولر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. وكشفت تقارير صحفية بأن مصدر داخل الأهلي قال بأن مسؤول الأهلي علموا بتقدم مساعدي كولر بشكوى ضد النادي. وأوضح المصدر إلى أن الأهلي لم يصل له أي خطاب رسمي بشأن الشكوى حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن الأهلي يجهز حاليا المستندات الخاصة للدفاع عن موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأتم المصدر إلى أن الأهلي حاول التوصل إلى تسوية مع مساعدي كولر ولكنهم رفضوا. وكان يضم الجهاز المعاون لمارسيل كولر كل من هارلد كامبرلي وكارلوس برينجر وياسين المكاري وتيزيان أندويا. وكان كولر قد رحل عن النادي الأهلي في مايو الماضي بسبب سوء النتائج والخروج المهين أمام سان داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الماضي. وكان الأهلي قد توصل إلى تسوية مع مارسيل كولر بشأن مستحقاته المتأخرة بعد رحيله. وفي سياق آخر يدخل النادي الأهلي المرحلة الحاسمة من الدوري المصري وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة. طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حال ثنائي الأهلي. كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن ثنائي الأهلي وتطورات حالتهم الصحية. وقال بأن ياسين مرعي يخوض تدريبات مكثفة ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الخاص به للتعافي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بالعضلة الضمة. اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة في الجيم والملعب ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي. كريم فؤاد يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المتبقية من بطولة الدوري الممتاز. اللاعب يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية. الأهلي يترقب موقف تراب من كاموش بسبب بند 60%. مصدر لكورة بلس. مسؤول الأهلي يترقبون موقف تراب من كاموش بعد أن تمسك المدرب باستمرار اللاعب. عقد إعارة كاموش مع النادي الأهلي ينص على تفعيل بند شراء اللاعب حال وصوله إلى 60% من المشاركات مع الفريق منذ بداية الإعارة وحتى نهايتها أو تسجيله 10 أهداف. حال لم يرغب الأهلي في تفعيل بند الشراء بعد وصول اللاعب إلى نسبة المشاركة المذكورة فإن الأهلي سيكون مجبرا على دفع 200 ألف يورو للنادي النرويجي ترومسو مشاركة كاموش في أي مباراة مهما كان عدد الدقائق التي لعبها تعتبر مباراة كاملة وتدخل ضمن 60% المنصوص عليها بين الأطراف المتعاقدة. المعلم حسن شحاتة يشيد بموقف الخطيب ووقوفه بجانبه. أشاد حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر بموقف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولفتته الإنسانية خلال فترة مرضه، كما حرص على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدة لاعب الفريق الأحمر الراحل محمد عبد الوهاب. وأعرب شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية عن سعادته الكبيرة بزيارة الخطيب له، مؤكدا أن مثل هذه المواقف تعكس الروح الحقيقية التي تجمع بين أبناء الكرة المصرية بعيدا عن الانتماءات. وقال شحاتة: زيارة الكابتن محمود الخطيب لي أثناء مرضي تعكس العلاقة الطيبة بين الجميع سواء من الأهلي أو الزمالك، وهي الصورة الحقيقية التي يجب أن تسود بعيدا عما يظهر أحيانا في الإعلام. وشدد المدير الفني الأسبق لفراعنة على أن الحب والاحترام المتبادل هما السمة الغالية بين نجوم الكرة القدامى، مؤكدا أن الروابط الإنسانية تظل أقوى من أي منافسة داخل المستطيل الأخضر. وفي السياق المتصل أبدى شحاتة سعادته بحضور والدة الراحل محمد عبد الوهاب خلال فعالية ليلة الأساطير التي أقيمت في سحور رمضان والخاصة بالجيل الذهبي، مؤكدا أن وجودها أعاد إلى الأذهان ذكريات اللاعب الراحل وكل من رحلوا عن عالمنا من نجوم الكرة المصرية. وأنهى تصريحاته قائلا: بالتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الروح الإنسانية بين جميع عناصر المنظومة الرياضية لما لها من أثر إيجابي على الكرة المصرية. هل الأبواب أغلقت أمام النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب مهاجم شاب سوبر لتعويض رحيل وسام أبو علي؟
كشف الصحفي البرازيلي راموني أرتيكو عن أن النادي الأهلي يخوض مفاوضات مع لوكاس مورا لاعب توتنهام وباريس سان جيرمان السابقين وساو باولو الحالي الذي يبلغ من العمر 33 عاما. وكان رد وكيل لوكاس مورا ليلا كورة كالتالي: لا أعلم ما سبب ربط لوكاس مورا بالانتقال إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي. لا يمكنني التعليق على أي شيء في هذا الأمر لأنه لا يوجد أي تواصل من جانب الأهلي من الأساس. فيما جاء رد النادي الأهلي على تلك الشائعات، وقال مصدر بالأهلي في الجول بأن لا صحة لما تردد في صفقة لوكاس مورا. النادي يؤكد لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب. ما تم تداوله من صحفي برازيلي غير صحيح تماما. الأهلي لا يتفاوض حاليا مع أي لاعب جديد.